هقول لك الطريقة اللي بستخدمها شخصيا علشان اطلع 10 افكار محتوى قوية في 5 دقايق بس من غير تفكير ولا وجع دماغ. المشكلة الاكبر عند اي حد بيبدأ محتوى هو انه يقعد قدام الشاشة وما يعرفش يكتب كلمة، بيحس ان دماغه فاضية مع ان دماغه مليانة افكار. والحل بسيط جدا، والشركات الكبيرة بتستخدمه في التسويق، واسمه الفريم وورك 3 في 3. ودي طريقة ذكية بتخليك تطلع محتوى بلا توقف. اختار 3 مشاكل جمهورك بيعاني منها لان المشكله بتوجع وبتخلي المشاهد يكمل. اختار 3 اخطاء شائعه بيعملوها الناس بتحب تعرف غلطها، وبالمناسبه الغلطات بتعمل هوك طبيعي لان كل واحد بيبقى عايز يعرف هو انا بعمل الغلطه دي. اختار 3 حلول بسيطه وسريعه. العميل ما بيحبش الحلول المعقده، عايز يسمع حاجه يقدر يطبقها فورا. الحلول البسيطه بتدوك اثورتي وتخلي المشاهد يحب يتابعك لانه استفاد في اقل من دقيقه. النتيجه لو جمعت 3 مشاكل و3 اخطاء و3 حلول يبقى عندك 9 فيديوهات جاهزين فورا. ضيف عليهم فيديو واحد بيتكلم عن قصة شخصية من شغلك، يبقوا 10 فيديوهات كاملة جاهزة للنشر في يوم واحد. ليه الطريقة دي عبقرية؟ لانك مش محتاج تكون عبقري، مش محتاجة الهام، مش محتاج تفكر طويل، مش محتاج تقعد تايه قدام الشاشة، ومش هتخلص افكار ابدا. انت بتاخد مشاكل واخطاء وحلول وتحولهم لمحتوى جاهز للتصوير. نهاية المحتوى مش الهام، المحتوى نظام. طبق طريقة 3 في 3 وصدقني مش هتوقف افكار.